اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حبايب قلبي وحشتوني جدًا. أدي لي فترة كده ما بانزلش فيديوهات. فالنهارده جاية لكم بقى بفيديو بعد غيبة كده أهو. فيديو سهل جدًا وبسيط، وإن شاء الله بنوتِك الصغيرة الأمورة بنوتِك هتعمل لِك الصنف الجميل ده بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. ومكوناته ما فيش أبسط من كده، بربع كيلو كنافة أو حسب الكمية وربع نُص اللي أنتِ حاباه تعملي بيه وصفة جميلة جدًا. حتى لو أنتِ مستعجلة أو جاي لِك ضيوف أو ولادِك بالليل عايزين ياكلوا حاجة حلوة، ما هتاخدش منِّك وقت خالص، وهتعملوا بنوتِك في ثواني على البوتاجاز على طول، ولا فرن ولا أي حاجة زي ما أنتم شايفين. تعالوا نقول لكم طريقة الكنافة بالمانجا والشوكولاتة، حاجة كده روعة. دي كنافة بالمانجا، أنا باجيبها لونها أصفر كده من عند من محل يعني بتاع المستلزمات الحلويات، بتبقى موجودة عنده الكيلو ب15 جنيه، مش غالية جدًا، جدًا. وهتعملي ربع كيلو، نص كيلو براحتك. باجيب مكعبات زبدة زي ما أنتم شايفين كده، أو سمنة على زبدة، يعني المتوفر عندِك. وباحمّر الكنافة. الكنافة دي طبعًا باجيبها واحطها في الفريزر، ما باعملهاش في كَبّ نهائي، باحطها في الفريزر يوم، ولمّا بتتلج باطلّعها وافرُكها، بتبقى بالطريقة دي، ما فيش أسهل من كده. لو حابة تعمليها في الكَبّة بعد ما تطلع من الفريزر ما فيش أي مشكلة، بس أنتِ لمّا هي تطلع من الفريزر هتلاقيها معاكِ سهلة جدًا. طبعًا معانا إيه، ده شربات الكنافة عادي أو شربات الحلويات اللي هو الجلاش تقيل. ب بعد طبعًا أنا خلّصت كده حمّرت، هي بيبقى لونها كده، ما بتبقاش زي الكنافة البيضا، هي بتبقى اللون بتاعها كده. بس هي طبعًا أول ما بتدّي خرخشة كده في الطاسة اللي أنتِ بتعمليها فيها، بتعرفي إن هي خلاص كده استوت. اديتها العسل بتاعها. وطبعًا أهي زي ما أنتم شايفين فضيتها في علبة، لإن أنا مش هاعمل الكمية كلّها. لو أنتِ حابة تعملي الكمية كلّها ما فيش أي مشاكل، حابة تعملي نُصّها، حابة تشيلي حبّة منها في الفريزر في العلبة دي برضه ما فيش أي مشاكل. معانا مانجا، معانا شوكولاتة، معانا كريم شانتيه، طبعًا كل ده متوفر عندِك في البيت. زي ما أنتم شايفين حطيت طبقة كنافة، ونزلت بطبقة كريم شانتيه زي ما يعني الصراحة وصفة جميلة جدًا وشيك جدًا. أنتِ لو هتشتريها من محل برّه بتاع حلويات، أنا مش هاقول لِك الكاس ده يعني إيه، هيعمل قد إيه، والله العظيم هيبقى غالي جدًا، جدًا، جدًا. يعني الكاس زي ده لو خدتيه برّه في الكافيه أو في مكان برّه هيبقى غالي جدًا. طب وإحنا ليه نعمله؟ ما إحنا بنعمله لأولادنا وعاملينه بطريقة جميلة جدًا. شايفين دي الطبقة التانية، عملتها طبقة كنافة، طبقة كريم شانتيه، وحطيت طبقة كنافة تانية وكريم يعني حسب ما أنتِ عايزة. ودي مانجا عادية جدًا من الفريزر، يعني لو في مانجا فريش ما فيش مشاكل. مانجا في الفريزر طلّعيها برضه وهتنمل معاكِ، وهتبقى وصفة ما فيش بعد كده. ده جيلي المانجا اللي إحنا بنشتريه عادي، الكيس ب25 جنيه. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، السعر رفع جدًا. أنا عاملة فيديو مشتريات إن شاء الله هانزّله لكم بإذن الله، وهتشوفوا الأسعار بقت بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. أنا باروح أشتري خامات، باروح تاني مرّة ألاقيها رفعت تمام. أنا طبعًا عملت أول كاس زي ما أنتم شايفين، هنعمل كاس طبعًا، هنفضل بقى نشكِّل فيهم كده زي ما أنتم شايفين بالطريقة. كريم شانتيه ما فيش أسهل من كده أهو، بس أهم شيء يكون كريم شانتيه خام. في يا جماعة والله فيه ناس بتروح تشتري، فالمحل بيدّيها كريم شانتيه بالسكر، وبتيجي تضربيه بيبقى يمُط كده ما بتعرفيش تشتغلي بيه نهائي. فأنتِ بتاخدي حبّة بين إيديكِ كده وتدوقيهم، بتلاقيه ما فيهوش سكر خالص، وبيدّي يعني إيه، سِنّة مرارة كده تعرفي إن هو ده الكريم شانتيه الخام اللي أنتِ هتشتغلي بيه. اللي هو بيبقى كُلّه سكر ده ما تجيبيهوش، ده مش هتعرفي تشتغلي بيه حلويات نهائي. ده اللي بيعملوا منه الآيس كريم. عشان فين أنا وقعت في الموقف ده، فجِبته فما كانش كويس وبهدل لي التورتاية وقلب الدنيا. فأنتِ لازم تتأكدي. أنا لمّا باروح أشتري بافتح الكيس عادي وبادوق ما فيش أي مشاكل. تمام. أديني حطيت بقى الطبقة التانية أهو. ممكن تحشي من جوّه مانجا، ممكن تحشيها فراولة، بس أنا قُلت بقى بمناسبة إن هي كنافة بالمانجا أساسًا أنا مشترياها صفرا كده زي ما أنتم شفتوها في الفيديو، فنخلّيها كلّها مانجا في مانجا. ده بقى أهو شوكولاتة سما بالبندق، ماكسي نوتيلا بالبندق اللي هي بتاعة سما. جميلة جدًا، أنا أول مرّة صراحة أجرّبها.
اول مره اجربها الصراحه، طعمها رائع جدا جدا. ده انا جبتها في فيديو المشتريات اللي انا ان شاء الله هوريهولكم. وصراحه ربنا مع الكيك رائعه، مع الكنافه رائعه. بس يعني خبيها لحسن بسم الله ما شاء الله الكائنات اللي بتبقى موجوده في البيت دي ما بتخليش اي حاجه خالص، فانت الحقي خبيها عشان تعرفي تعملي منها وصفاتك وتكفي معاك، وهي جميله جدا. كطعم الصراحه بتدي طعم جميل جدا. صراحه ربنا فوق الرائع. ومع الكنافه يعني طعم الله اكبر على الجمال. انت تجربي الوصفه دي بنفس المكونات اللي انا عاملاها كده، وهتشوفي جمالها. ولا احسن ولا اروح كافيه. ولادك مش هيصدقوا ان انت فعلا عامله لهم الوصفه دي في البيت، والله العظيم ما يصدقوا من جمالها، مش هيصدقوا. فعادي ممكن تعملي مثلا لو انتوا 5 افراد 4 افراد 3 افراد، هتعملي على الكميه على قد اللي انتوا هتستخدموه، وغطي العلبه وحطيها في التلاجة عادي تعملي منها تاني يوم. او ممكن تعمليها يعني تضغطيها في صينيه وتحط عليها المانجا لو في بايركس مربع او اي صينيه صغيره كده، او الصينيه اللي هي بتتفتح وتقفل دي، تضغطيها بالمعلقه وتنزلي عليها بطبقات الكريم شانتيه والمانجا، هتبقى معاكي كنافه قطع مفيش اروع ولا اجمل من كده. بس احنا قلنا نغير، هنعملها النهارده كاسات اطباق اي حاجه. لو جيتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو الرائع الجميل ده التحفه ده، متنسيش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلك مني اي اشعار انا بنزله. وما تنسيش اللايك، اهم شيء اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو. والفيديو ده جميل جدا فلازم تتابعيه للاخر. يعني ما تسيبيش نصه كده، لا تابعيه للاخر عشان تعرفي تعملي الوصفه بتاعتك مظبوط، هتطلع شكلها جميل جدا ورائعه. مكونات بسيطه وعملناها. يا رب اكون ضيفه خفيفه على قلبكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. وحاجه جربوا في البيت، لو جربت وما مثلا من اول مره ما ظبطتش عادي ان شاء الله تظبط معاكي في المره الجايه. شايفين بقى الكميه اللي فاضت معايا، والله العظيم تتاكل كده، انا بحبها جدا. انا هحط شويه في طبق دلوقتي واحط عليهم حبه عسل ابيض وهاكلهم انا. مفيش اجمل ولا اروع من طعمها بالعسل الابيض، فوق الرائعه جميله جدا. وسلام بقى لو عندك معلقه قشطه بقى وشويه مكسرات، مفيش ولا اجمل ولا اروع من كده. انا عملتها معاكم فيديو قبل كده بس كانت كنافه البيضه. ادخلوا على القناه وشوفوها، وحفظ الله ورعايته. السلام.